يجي لي واحد النهارده ويقول لا والله احنا عايزين ديمقراطية، عايزين احزاب. يعني ايه عايز احزاب؟ اذا كنت عايز احزاب يعني لازم كل حزب يعبر عن نظرية اجتماعية ومصلحة طبقة من الطبقات. معنى هذا هل هسمح لحزب رأسمالي رجعي انه يقوم؟ طبعا اول ما هسمح لحزب رأسمالي رجعي على طول هتنفذ عليه السي اي اي من صباح اليوم التالي، ويبتدوا العملية ما تبقاش ابدا صراع داخلي. لا، الناس المضادين للثورة في الخارج، اللي بيحاربونا في الخارج واللي مش قادرين ابدا يطعنونا في الداخل، لو عملنا احزاب النهاردة عن طريقهم تستطيع الرأسمالية والإمبريالية العالمية انها تنفذ خلال هذا الحزب الرجعي. وطبعا معنى هذا ان احنا نكون تنكرنا للثورة ولكل المبادئ والقيم اللي قامت بها الثورة. ان احنا اول حاجة قلناها في مبادئنا قبل الميثاق القضاء على الاستعمار واعوانه، والقضاء على الاقطاع، والقضاء على الاحتكار، وسيطرة رأس المال الى اخر هذا الكلام. اذا مبادئنا تتنافى مع هذا. طيب واحد يقول لي طب ما نعمل حزبين اشتراكيين. مش معقول اعمل حزبين اشتراكيين لسبب بسيط جدا، لان في حزب رجعي موجود في البلد ولكنه حزب غير معلن عنه ولا حد يعرفه. في الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي للثورة، ولكن في حزب اخر معروف لكل الناس رجعي يعمل على ان يدافع عن مكاسبه، وهو الحزب المضاد للثورة. وهم مجموعة من الناس عارفين بعض، ولسه ما تصفتش هذه المجموعة لغاية دلوقتي، ولكن لابد ان احنا نصفي هذا الحزب المضاد.